مرحبا بكم الناس الكل. نحكيو على المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون في السيارة. كيف من هذا؟ الكلاكسون في السيارة والمنبه الصوتي اللي هو ظهر سنة 1914 مع روبرت بوش في ألمانيا، كان عنده هدف أساسي اللي هو التنبيه على الخطر المحدق، اللي هي يقص عليك عبد، يقص عليك سيارة، يقص عليك شخص بسكليت، يعني يكون السبب نتاعو محدق وسبب خطير جدا. راهو المنبه الصوتي ما يستخدمش من أجل أنه تقول لحد من عائلتك باش يخرج من الدار، وما يستخدمش من أجل أنه تشوف زميلك أو صاحبك في الشارع تتزمر له، وما يستخدمش زادة أنه كي يشعل الضوء أخضر أنه تفيق مستعملي الطريق اللي راهو الضوء على الأخضر، خاطر قاعدين يشوفوا فيه اللي هو الضوء على الأخضر. راهو في الدول اللي تحترم نفسها الكلاكسون والمنبه الصوتي راهو مخالف للقانون، ترتب عليه مخالفات ماليه. دراسه قالت اللي النساء هم اكثر استعمال للمنبه الصوتي للكلاكسون من الرجال، لان الرجال ربما اكثر استعمالاتهم هي للفار، فالمنبه الضوئي بالنسبه لهم هما يكفي، لكن النساء يراو انه يلزم نستعمل المنبه الصوتي والكلاكسون باش الناس الكل تفيق اللي راهو فما مراه متعديه، لانه هي بالنسبه لها هي كي تتعدى في تقاطع ولا في رون بوان ولا في اي مكان، فالسيارات الكل يمثلوا خطر داهم، فيلزم يعني تعلم الجميع بمرورها من ذلك الاتجاه. رجاء نحاولوا كيفاش نقصوا من استعمالات هذه.